السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوات، مرحبا بكم في قناة الزهراء للطاز الأصيل. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، فيديو جديد ورشمة جديدة، موديل جديد ودرس جديد. يعني هو كيكون تكون خدمة وكتكون درس في نفس الوقت. هاد المرة البنات جلابة بالكاوية، يعني بالتخرق ديال الكاوية. كنتمنى هاد الموديل يعجبكم. هانتوما كما كتشوفوا البنات، هاد الرشيمه كتجي بحال الخليه ديال كما تيقولوا ديك الخليه النحل. رشمه سهله البنات. ها القب، هذا القب درت فيه غير النص ديال الرشمه، مولاتو ما بغاتش الرشمه كامله، جات عريضه في القب، درت فيه غير النص ديالها. والكمام كما كتشوفوا هما هادو. نحاول باش تشوفوا، نجيبهم بفضل البيض باش تشوفوا بانه كله مخرج بالكاويه. كنتمنى البنات نال الاعجاب ديالكم هاد الرشيمه، وتحاولوا تطبقوها، راها ساهله البنات. وندوزو ان شاء الله للتطبيق. كما قلت لكم البنات ندوزو للتطبيق. انا ما غنقول لكم والو على الخدمه، لان الفيديو شارح راسو. غندوي على بعض المسائل. اول حاجه بعد البنات ما تنساونيش في اللايك. اول حاجه اللايك، لان اغلبيه الناس كنلقى المشاهده كاينه ولكن اللايك ما كاينش. ما تبخلوش عليا الاخوات باللايك وبتعاليقكم. التعليق الا ما لقيتو كاع ما تقولوا فيه، يعني ولو دعاء رحموا لي فيه غير الوالد الاب ديالي، هذا ما كان. شكرا لكم بزاف. كما قلت لكم الفيديو شرح راسو، يعني ما عندي ما نشرح فيه، غير هاد الخطوط خصهم يكونوا رقاق كما كتشوفوا. والعيون ديالها سميتو ديال اللي غنتقبوا يكونوا صغيورين. راه غنقولها لكم ان شاء الله فملي غنكون كنتقب. بغيت هذا نجاوب على شي اسئله جاوني في التعاليق ديال بعض الاخوات. واحد الاخت قالت لك على الصم، اش من نوع ناخذ على حساب الماكينه، ولا قالت لك واش نريقل الماكينه. انا عمرني ما ريقلت الماكينه اختي على الصم، يعني كنخدم بالصم مع غير هو. خصك تعرفي، راه ديجا قلتها لكم في مع شي فيديو. قلت لكم بان كاين الصم اللي تيقطع وكاين الصم اللي تيخدم لك مزيان. وديما كنقول لكم خذوا النوعيه المزيانه، ولو النوعيه المزيانه راه كاين اللي تيكون شويه رقيق، وداك اللي تيكون شويه رقيق كيمحنك في الخدمه. هو اصلا الصم عاده شويه صعيب في الخدمه ديالو، ما ساهلش، ماشي بحال الحرير، ديجا قلتها لكم. ولكن كاين بعض النوع بعد تيخدم زوين. بعد المرات كنطيح انا في شي صم كنخدم به بحال الحرير، وبعد المرات كنطيح شي صم تيعذبني، ولكن كنصبر معاه حتى نخدم، لاني ما عندي ما غندير. لاني انا دائما كما قلت لكم كناخذ النوعيه المزيانه والغاليه هي اللي كنخدم بها. ما نقدرش نخدم شي حاجه ماشي هي هذيك، لان الاخر رخيصه البنات راه كيتقشر، راه غير كيتصبن التصبينه الاولى كيتقشر. انا كننصحكم باش ما تغلطوش هاد الغلطه وتمشيو تخدموا به الكليان ديالكم وتخسروا الكليان ديالكم. هذه نقطه. حاجه اخرى، واحد الاخت سولتني على الحرير باش تخدم لي زور. لي زور البنات، حنا زمان كنت كنخدم انا بالحرير العادي ماشي المبروم، الحرير العادي باش كنت كنخدم لي زور. ولكن كان الحرير ما تيكشفش، ديريه في جافيل ما تيكشفش. يعني باش كتخدم كيف اللي تخدمي به تيبقى هو، لان كما كتعرفوا اغلبيه لي زور تيكونوا بيضين، والثوب البيض ضروري غطيح فيه شي حاجه، ضروري غنبغيو نديروه في جافيل ضروري. يعني كنا اغلبيه كنخدموا بالحرير. والمشكل الحرير، اول حاجه بعدا في الحرير، الماكينه الا خدمت دات لك على الحرير كتخدم المبروم، ولكن الا دات لك على الحرير المبروم ما كتبغيش تخدم لك الحرير، كيولي يشنتف. وحاليا البنات راه ما بقاش الحرير اللي كنا كنخدموا به زمان، حتى هو ولا تيكشف في جافيل، ما بقاش ديك النوعيه المزيانه الاولى اللي كانت، راه ما بقاتش. يعني راه ولا الدغل في كل شيء كما كتعرفوا. يعني ولينا كنضطروا كنخدموا بالمبروم. انا ما نكذبش عليكم، انا الكنيه اللي جابت لي شي، انا اغلبيه انا بعدا مابقيتش كنخدم لي زور الكبار، انا كنهضر على لي زور الصغار. الا جابت لي شي وحده شي ازار صغير كنقول لها غنخدم لكم بالمبروم ويقدر يكشف لك، لاني كنصحها كنجيها من الاخر باش ماشي تيكشف لها وتجي لعندي تحشم فيا تقول لي لا درتي ليا يعني غشيتيني ولا شي حاجه. لان هادشي اللي كاين في السوق ما عندي ما ندير لا بكري،
الحرير كنا كنخدموا به بعينينا مغمضين، ما كنلقاوش معاه مشكل. كنا بعدا بكري كنا اغلبيه كنخدموا بالحرير قليل فاش كنخدموا مبروم يلا مؤخرا لان ما بقاش داك الحرير النوعيه المزيانه واتجهنا للمبروم. هادشي اللي كاين في سميتو. السؤال الثاني، واحد الاخت قالت لك على الفيزلين، واش ضروري تخدم به ولا ما تخدمش به؟ انا ما كنخدمش بالفيزلين. امتى كنخدم بالفيزلين؟ كنخدم بالفيزلين ملي كيكون عندي ثوب رقيق بزاف، ومني غنبدا نجبد به غيتكمش ليا، ملي غنبدا نخدم باش كيساعدني كندير الفيزلين باش كيساعدني شويه على الخدمه. ولكن الا كان عندكم بحال هكا شي حاجه ديال التقيب ديال التخراج ولا شي حاجه يعني بحال هكا اللي غيبان، ما ديروش الفيزلين من التحت. بحال دابا هذا ما يمكنش ندير انا الفيزلين تحت الرشمه، راه ما غاديش تكوى ليا مع الفيزلين وغيبان، يعني ما يمكنش ديري الفيزلين. وانا ما كنخدمش بالفيزلين يعني دائما تواب بحال هكا اللي تيكونوا شويه شادين في راسهم وتوب يعني كتجبديه كيف ما بغيتي في المرمى وتيساعدك في الخدمه وكلشي. ما كاينلاش ديري الفيزلين، ما كاينلاش. كنخدموا قلت لكم الا كانت الثوب رقيق، او انا اغلبيه واخا يكون حتى الثوب رقيق الا ما كانش كيتكمش الثوب ما كنخدمش، ما كنديرش الفيزلين. يعني الفيزلين ما كنستعملوش انا بزاف في الطرز. انا كنقول لكم اشنو كندير انا في الخدمه ديالي. هادو هما الاسئله اللي ضروريا كنت قلت غنجاوب عليهم، وكاينه شي اسئله جاوبت عليها اصلا في لي كومونتير عادي، ما كاينلاش نعاود نذكرها هنا. ايوا كنتمنى البنات هاد النصائح تفيدكم وكنت تكونوا تستافدوا من الفيديوهات اللي كنحط، لاني كنخدم معكم بكل جديه وبكل اخلاص. بغيتكم نتوما تتعلموا، بغيتكم نتوما تستافدوا وتفهموا، وانا كنعطيكم يعني الاخر ديالي، يعني الخبره الاخر اللي وصلت ليها بعد هاد المده كلها ديال الطرز اشنو كاين. يعني بحال هذا بحال على قضيه الحرير اللي عاودت لكم على قضيه الحرير. هادشي اللي كاين البنات في السوق، ما كاينش مابقاش الحرير اللي تضمنيه 100%. تيكشف ماشي كيكشف، ماشي تسمعوا تيكشف تقولوا راه صحابو غيكشف، لا الا في جافين. وانتم بحال هاد الالوان نتوما ما غيديروش في جافين بطبيعه الحال. انا كندوي على الابيض، ولكن الابيض دائما تعلموا الكليانات ديالكم تقولوا لا ها كاين وكاين باش تكون حتى على علم. وكنتمنى لكم البنات التوفيق، وان شاء الله غندير لكم دروس جديده وغنخدم معكم اشكال جديده في الطرز ان شاء الله. عندي بعض الحوايج جداد يعني في الطرز الرباطي، عندي اشكال جديده وشي حوايج زعما اللي هي زوينه بزاف، مره غنبدا ندخل لكم دروس من بين هاد الرشيمات اللي كنحط لكم. غندخل لكم دروس يستافدوا بها البنات المبتدئات وحتى البنات اللي يعني اللي هذا اللي ديجا كيخدموا في الطرز اللي معلمات، لان حنا ما حدنا باقين في الدومين كنخدموا، راه حنا باقين كنتعلموا، راه كنتعلموا غير من بعضياتنا. لا تقدر وحده تعطي غير فكره عاديه وتكون انا ما عمرها ما طاحت في بالي ديك الفكره وغنستافد منها. راه كما كنقول لكم دائما عقل على عقل كيزيد افاده. يعني حنا راه كنستافدوا من بعضياتنا، كنتعلموا من بعضياتنا. غير الانسان يكون راسو صغير باش يتعلم. ديما اللي كيتعلم يكون راسو صغير، ماشي اللي كيتعلم حتى اللي معلم، لانه باش ديما يزيد افاده. لان هادشي كله راه بحر، يعني تعلمي حتى تعيط تلقاي راسك في الاخر يلاه عندك واحد يعني علم قليل في اي مجال. كنهضر ماشي غير في الطرز الرباطي، في اي مجال ديما بنادم يكون راسو صغير وما يديرش راسو راه واعر مجهد باش ديما ياخد من الاخر شي معلومه جديده. هادشي اللي كاين البنات. كيف ما كتشوفوا الرشمه راه غير اللون في اللون. غيدخل عليها عصام واحد شويه ديال النحاسي غيدخل عليها في الرشمه باش يبينها. وكما كتعرفوا هذه الرشمه البنات على فكره هاد الرشمه راه كتجي حتى باللوينات، غزاله، كتجي رائعه بالالوان. والبلاصه ديال التخره كتجي بلون ديال الثوب، ديال البلاصه ديال الكاويه كتجي بلون ديال الثوب. ديما البلاصه الكاويه كتكون نفس اللون ديال الثوب. والوريضات ودوك الوريقات الا بغات تبدلوا اللون تبدلوه. السيده مولاتها ما بغاتش اللون، بغات غير اللون ديال الثوب وداك النحاس يدخل قالتك باش يبين شويه الرشمه. هذا ما كان كما شفتوا راه الرشمه طلعت زوينه في الاخر.
كنتمنى لكم البنات فرجه ممتعه. واللي كيدخل لاول مره القناه، اللي اول مره طلعت لي القناه، ما يبخلش عليا بالجيم كما قلت لكم، ويدير يضغط على الجرس ويفعل الجرس باش يطلع ليه الجديد ديال قناه الزهراء للطرز الاصيل. غندير لكم الاخر البنات، غنعطيكم بعض النصائح على الكاويه، وتقدروا تكونوا عارفينها، ولكن المهم المبتدئات ولا اللي ما عارف شي حاجه المهم يستافدوا. اول حاجه انا ضروري كناخذ كرتونه بحال هذه باش كنخدم. انا الاخوات ما كنديرش اشار، غير كرتونه كتكون عندكم بحال كنمسح بها الكاويه، يعني لا حركت كنمسح بها، كتعاونني كتمسح ليا الكاويه. انا هي اللي كنستخدم، ما كنستخدمش شي حاجه اخرى. وكنبدا نكوي بهذه الطريقه البنات. علاش كنديروا هادو رقاق، هاد فتيحات الدوائر رقاق؟ باش ما نحرقوش، باش غنخشيو غير الراس بحال هكا، الراس تاع الكاويه ما نوصلوش للطرز بهذه الطريقه. وملي كتشوفوا بدا الحراك تيشد بدا كيبان الحراك في الثوب، تمسحوا، ضروري تمسحوها بهذه الطريقه باش كنمسحها في كرتونه كما قلت لكم ضربه اولا جوج. وكنبدا ثاني نكوي في فتحات عندي، حيت بعض المرات البنات تيكون شويه الثوب غليظ كيتحرك كيبان فيه الحراك. الكريب اللي تيكون شويه غليظ بحال هذا اللي انا خدامه فيه تيبان فيه شويه الحراك. اما الا كان رقيق، هو اي ثوب رقيق كنكويه ما تيبانش فيه الكي، كيجي زوين بحال جوهره، بحال الكريب الرقيق، بحال الثواب كاع اللي، حيت كاينين شي ثواب البنات ما كيصلحوش للكي بحال هكا، ما كيصلحوش للكاويه نهائيا، غير اللي فيه النسبه ديال البوليستر هو اللي كيتكوى. ديروا غير الراس، هانتوما كما كتشوفوا غير الراس. هاد القضيه ديال انكم تتكويو في المرمى هي زوينه، هي كتجي احسن كتساعدكم، ولكن غير عمليه. باش انكم كل مره تخدموا مرمى وتشعلوا بحال هكا الكاوي وتبداو تكويو، راه غير عمليه البنات، ماشي
ماشي خدمه هذيك، يعني كتبداو تطفيو في الضوء تشعلوه كل ساعه، ماشي خدمه. انا كنخلي حتى الاخر. هذه غير فكره بغيت نوريها لكم البنات، ما حدي خدامه، ما حدي كنصور، بغيت نوريها لكم. هذه هي الطريقه البنات باش كنكوي هذا الخدمه ديالي. وديما هاد المربعات يكونوا صغيورين، هاد الخليه بحال هكا، بحال الشكل ديال خليه النحل كتجي، يكونوا صغيورين باش عيد تدخلي الراس ديال الكاويه وتخرجي بلا ما تحفري بزاف وبلا ما توصلي للطرز ديالك. هذه هي الطريقه البنات باش كنكوي. هذه فكره عطيتها لكم. انا اصلا ما كنكويش في المرمى لانها طريقه غير عمليه، حتى كنسالي عاد كندير العمليه ديال الكي.